السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم جينا لكم من وصفات ام نادين وطبخات ام نادين. اليوم راح اسوي لكم طرشي عراقي اصلي 100%. هذا عندنا هنا الخيار مغسول ونظيف، وهنا عندنا ثوم، وهنا عندنا خل العنب، وهنا عندنا عنبة، وهنا عندنا بقدونس مثروم. تمام، هسه ايش راح نبلش شو نسوي؟ هذا الخيار تقطبينها هيك، تقصينها بالنص هيك تسوينها. هاي الكمية كلها تسوينها هيك. بعدين تخلينها بالجدرية وتضيفين عليها الخل، وتضيفين عليها المي والملح. راح اسوي الكمية كلها وبعدين ارجع لكم. هسه الحين خلصت الكمية مالت الخيار كلها، وراح اثرم الثوم وياكم. تثرمينه ناعم وتضيفينه على البقدونس. هنا طبعا الثوم ثرمناه ناعم، وراح نخلطه ويا البقدونس على مود تحشين بالخيار. وهنا جبنا جدريتنا تخلين بيها بطل الخل، خل العنب. انت اذا عندك خل التفاح خلي خل التفاح عادي، ماكو اي مشكلة، بس خل العنب طيب بالطرشي. هنا ضفنا بطل الخل مال العنب. كل بطل خل تخلين عليه بطلين مي. هنا راح اضيف بطلين مي، هذا بطل الثاني. وهنا تضيفين الخيار، ضيفين الخيار كله. طبعا بنات اني يعني تقول لك المعلومة، اني ايش قد يعني ايش قد عندكن خيار ضيفن هاي الكمية. مثلا 3 كيلوات 4 كيلوات اسوي على بطلة الخل وبطلين مي. هيك خليت الجدرية على النار وضفت ملح. بنات شوفوا شلون صار، بس يصير هيجي لونه رأسا تطفون جواه. شوفوا، هو يبين بالتصوير لونه على خضار، بس هو لونه هيج. هنا عاد راح نحشي. طلعت الخيارة من الخل، وهنا راح ابدي احشيه. هنا نجيب الجدرية، المي هو حار تحطين العنبة وتصوطينها حيل الخاشوقة. والمي يعني من هو حار تخلين العنبة تثخن، تخلينه على صفحة يبرد. وهنا تبدين تحشين الخيار وتخلين بالدبية. تخلصين هاي الكمية كلها وتضيفين المي عليه. طبعا اكو ناس ما تحب يعني خيار محشي ثوم وكرافس، عادي لا تحشينه. واذا عندك جزر حطي، اذا عندك لهانة، اذا عندك قرنابيط، كل هاي ضيفيه عادي. بس انا متوفر بس عندي خيار وخليت بس خيار. هي انا خلصت الكمية كلها، حشيتها وخلصتها. وتضيفين الخل عليها، الخل والعنبة. يعني تخلين الكمية كلها. شوفوا بنات القياس، ما ظل يعني خل زايد ومي زايد، قياس يجيج. وتخلينها بالدبية. ويعني هذا طرش يسمونه طرش سريع، 3 أيام يومين تاكلين منه عادي. هسه اني هنا خلصت الكمية كلها.
وإن شاء الله يعجبكم الطرشي، وراح أشوفكم نهاية الطرشي شلون صار. هنا جيتكم مرة يومين، راح أشوفكم الطرش شلون صار، يجنن بنات يعني فد شي. هذا الطريقة أنا أبد ما أستغني عنها أبد، وخاصة من أخلي عنبة، العنبة هي أساس الطرشي. لا تضيفين بهارات طرشي وهيج سوالف، ضيفي عنبة بس، العنبة هي تسوي الطرش طيب. وهنا هماتين اشتريت قوطيتين زيتون ضفته مع الطرشي هم طلع حيل طيب. شوفوا الثخن مال مي الطرش شلون العنبة صايرة، وهنا الخيار مهروس هرس. شوفوا بنات طعمه يجنن. وهنا ضفت الزيتون، طبعا هذا الزيتون اشتريته من البيم وضفته وياه، والزيتون موجود وياه مخلين معاه كرفس وزيت الزيتون، وانطى طعم للطرشي، طعم يعني حيل طيب وفد شي. هي ضفت قوطيتين، أنا عيالي يعني عائلتي حيل يحبون الزيتون. ما شاء الله طلع حيل طيب. وأنصح كلها أنصحكم كلكم تسوون هذا الطريقة، والله العظيم راح تدمنون عليها. ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم طلع يجنن وحيل طيب. عاشت إيدي. طبعا بنات لا تنسون اللايك والاشتراك، وأشكركم لدعم القناة، وأنا أحبكم كلش هواية، وإن شاء الله أنزلكم وصفات أخرى وطبخات تعجبكم. ومع السلامة، الله معاكم.